ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في القناة ديالي، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم غادي نشارك معكم الطريقة ديالي في تحضير الفقاس. هذا الفقاس هذا كيكون هشيش مقرمش وصحي ولذيذ بزاف ويمكن لكم تعتمدوه في جميع المناسبات. فين ما كنديرو كلشي كيشكروا ليا وكلشي كيطلب ليا الوصفه ديالي. دونك ندوزو الان طريقه. غادي نحضروا هنا الفقاس باللوز. دونك غادي نحتاجو 2 كيسان ديال العنبه ديال اللوز وكاس ديال الماء ديال الزهر. كناخذوا واحد الاناء كنحطوا فيهم 2 كيسان ديال اللوز وكنضيفوا ليهم كاس ديال الماء الزهر وكنخليوه ليله كامله. الا ما كانش يمكن لكم تحطوه ليله كامله ممكن تحطوهم قبل تحضير هذا الفقاس بساعتين او 3 السوايع قبل، باش هكا الفقاس كيتشرب لينا مزيان داك الماء ديال الزهر. بالنسبه للكميه ديال اللوز فهي اختياريه. انا كيعجبني اللوز يكون او الفقاس يكون صحي، دونك كنزيد من الكميه ديال اللوز. نتوما ممكن تنقصوا الكميه على حسب الرغبه. كنحتاجو 6 ديال البيضات، 2 كيسان ديال السكر، نصف كاس ديال الماء ديال الزهر. بطبيعه الحال هذا الماء ديال الزهر هو اللي كنستقطروه من اللوز اللي ديجا نقعنا فيه. دونك كنصفيو داك الماء ديال الزهر هو اللي كنستعملوه في الوصفه، وكذلك نصف كاس ديال الحليب. بالنسبه لي هنايا كتلقاو الكميه مضاعفه لانني ضاعفت الكميه في الفقاس ديالي. دونك في الخلاط كنضيفو 5 ديال البيضات كاملين وبياض ديال البيضه واحده. كنضيفو كذلك 2 كيسان ديال السكر حبوب اولا تقريبا ما يعادل 300 غرام ديال السكر. كنحطوهم في الخلاط وكنطحنوهم مزيان. كنضيفو بالتدريج 2 كيسان ديال الزيت، يعني صافي بالتدريج. زيت نصف كاس ديال الحليب. من بعد كنضيفو نص كاس ديال الماء ديال الزهر، 2 ساشيات ديال السكر ديال الفاني وقبصه ديال الملح. دونك كنفرغوا محتوى ديال هذا الخليط هذا في قصعه اللي غادي نصاوب فيها الحلوى، ومباشره كنضيفوا 2 كيسان ديال الزنجلان منقي ومحمر. لكم اختيار، بغيتوه تحمروه كتحمروه، ما بغيتوش كتخليوه كما هو. مباشرة كنضيفو اللوز ديالنا ومن بعد كنضيفو الفرص بالتدريج. بطبيعة الحال الفرص ديال الحلويات كنضيفو الفرص وكنبداو نخلطو تدريجيا. بالنسبة للكمية دونك على حسب الطحين غادي نحتاجو تقريبا من كيلو حتى لكيلو وربع ديال الفرص. دونك غادي نبقاو كنعجنو كنجمعو في العجينة ديالنا حتى كنحصلو على داك القوام ديال الفقاس. من بعد كنحطو وحنا كنخدمو العجينه ديالنا كنخدمو العجينه ديالنا كنضيفو 2 معالق صغار ديال القرفه و4 ديال المعالق كبار ديال النافع خلط مع حبه ديال الحلاوه. هنايا نقيت النافع ديالي وغسلته بالماء. داكشي علاش كيبان لكم الحبيبات متجمعه مع بعضها البعض، هو غير الحبيبات فاسكين مرنا غسلتهم. وكنضيفو كذلك 2 خنيشات ديال الخميره الحلوه، وبطبيعه الحال المقطع هذا راه تحدث ليا. من بعد كنجمعوا الخليط مزيان حتى كنحصلوا على القوام ديال العجينه ديال الفقاس اللي كنشدوها وكنقسموها لمجموعه ديال القطع اللي غادي نحربلوهم باش كيعطيوني داك العصيات اللي غادي نحطوهم في هذا. غادي نحطوهم في اللاطه اللي غنديوها للفران. مور ما كنحربلو جميع القطع ديالنا كنوضعوهم فوق اللاطه اللي غنمشيو للفران. كناخذوا معلقه ديال الحليب ومع نص معلقه ديال القهوه كندوبوهم مزيان وكنضيفوهم على صفر ديال البيضه وكنخلطوهم باش كنبقاو كنغطيو العصيات ديال الفقاس بهذا الخليط هذا ديال البيض والقهوه والحليب.
ولزين هاد العصايات هادي غادي نستعن بالفرشيطه وكنبقى ندوزها على داك العصايات، يا اما بشكل متموج او لا بشكل مستقيم، يعني على حسب الرغبه تشكلوا هاد العصايات ديالكم. من بعد كندخلوها الفران على عافيه مهيله لمده 45 دقيقه حتى ساعه المكانه، حتى كيولي يعني اللون كراميليزي كما كيبان لكم هنايا في الفيديو. بالنسبه للناس اللي عندهم الفران ديال الضوء غادي يدير 170 درجه حراريه كما كتشوفوا معايا هنايا، طاب من الفوق ومن التحت، طاب مزيان. غادي ناخذوا هاد العصايات هادي وغادي نحطوهم في واحد الصينيه، وكنحطوا فوق منهم واحد الفوطه اللي هي فازقه، وكنخليهم هكاك الليله كامله. والغد ليه عاد كنجبدوا هاد العصايات وكنقطعوهم يعني على شكل قطعات، يعني على الشكل ديال القطعات باش كندخلوهم يتحمروا في الفرن. من بعد يعني في اليوم الموالي كناخذوا دوك العصايات ديالنا وكنقطعوهم على قطع بالشكل ديال القطعه ديالنا، فباش الحجم والغلظ ديالهم اختياري. بعد التقنيه ديالنا شنو سميتو، بعد التقنيه ديالنا الفقاس ديالنا كتقطع بسهوله، وكذلك اللوز كتقطع بسهوله. وحبذا لو استعملنا واحد الموس اللي هو حاد او لا ماطي غادي يسهل لنا العمليه. كناخذ دوك القطع كاملين وكنفرشوهم في الصينيه وكنحمروهم من الفوق ومن القدام، وهذه هي النتيجه النهائيه مرة ما كنخلصوها من الفران. كنتمنى تعجبكم الوصفه وكنتمنى تعتمدوها. هذه هي الوصفه ديالي اللي ما كنستغناش عليها وما كتخطانيش في اي مناسبه وفي اي فرح، وكنتمنى ان تستعملوها. ولا الا كان عندكم شي تساؤل ولا شي حاجه كونسيرنون الوصفه راسلوني في البلاصه ديالكم اونطيرات. الا كان عندكم شي تساؤل فهو مرحب به في القناه ديال التعليقات، وما تنساوش ديروا جيم والمتابعه ديال الصفحه باش يوصلكم كل ما هو جديد. السلام عليكم ورحمة الله.